السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس أميرة. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض المهام الأدائية Science Grade 4 for First Term. امتحان المهام الأدائية مهم جدا جدا، عليه 35 درجة. امتحان أكتوبر اللي امتحناه عليه 15 درجة، وامتحان نوفمبر 15 درجة، وامتحان الترم اللي انت لسه هتمتحنه عليه 30 درجة، والمهام الأدائية لوحدها عليها 35 درجة. يتبقى 5 درجات للحضور والمواظبة. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض 9 مهام أدائية، 5 منهم المهام الأدائية بتاعة 2023، وهنحل كمان 4 مهمات من المهمات بتاعة السنة اللي فاتت عشان نضمن 35 درجة أيا كان الامتحان بتاعك جه فيه ايه. يلا بينا نبدأ بتاسك نمبر 1. Research about how bad communicate. بيكلمنا تاسك نمبر 1 عن الطريقة بتاعة التواصل بتاعة الخفافيش. واتفقنا إن الباتس يوز ايكولوكيشن، بيقدر يحدد المكان بتاع أي حاجة عن طريق الايكولوكيشن، إن هو بيبعت موجات صوتية بتخبط في الأوبجكت اللي قدامه وبعدين بترتدله تاني، وبكده يكون قدر يحدد مكان الفريسة. يبقى تاني bats use echolocation to number 1 locate their prey in the dark، بيحدد مكان الفريسة في الضلمة. number 2 communicate with each other، عشان يتواصل بينهم وبين بعضهم. number 3 avoid collision with object، يعني لو في حيطة برضو قدامه بيقدر يحددها، فبيتجنب ان هو يصطدم بأي حاجة قدامه عن طريق الايكولوكيشن، الصوت اللي بيبعته وبيرجع له تاني، فبيعرف أي حاجة حواليه يقدر يحدد مكانها. يبقى تاني bats use echolocation. number 1 locate their prey. locate their prey. number 2 communicate with each other. number 3 avoid collision with object. avoid collision with object. طيب ازاي الباتس بتقدر تحدد مكان الفريسة؟ اتفقنا ان هو بيبعت sound wave، والساوند ويف دي لما بتخبط في أي حاجة بترتدله تاني، وبكده يكون هو عرف مكان الأوبجكت ده عن طريق حاسة السمع القوية بتاعته. هو بيستقبل تاني الساوند ويف ده، فبيعرف يوصل لمكان الحاجة اللي واقفة قدامه. يبقى تاني how bat locate thing، ايه اللي بيحصل؟ بيقدر يحدد مكان الفريسة ازاي أو مكان أي حاجة ازاي. number 1 bat produce high pitch sound، يبقى بيبعت ايه؟ high pitch sound. when sound wave hit object، لما الساوند ده يخبط في الأوبجكت it bounce back، بيرتد تاني. بيرتد لمين؟ للبات، عن طريق أو على شكل إيه؟ على شكل موجات إيكو. أوكي، عن طريق صدى، يعني الصدى ده بيرتد له تاني. بعد detect echo، بيعرف الإيكو ده منين؟ بيستقبل الإيكو ده عن طريق إيه؟ حاسة السمع بتاعه by sharp hearing sense. يبقى تاني bat produce high pitch sound. high pitch sound. sound wave hit solid object، بتخبط في السوليد object and it bounce back. bounce back يعني ترتد. and bat detect echo by sharp hearing sense. اوكي كده خلصنا تاسك نمبر 1، وتاسك نمبر 2 بتكمل تاسك نمبر 1، بتتكلم برضو عن الايكولوكيشن. Draw a diagram to show the way of adaptation of bat by using sound to avoid obstacles and hunt prey. بيقولك لو سمحت ارسم لي diagram، ارسم لي ازاي الايكولوكيشن ده بيحصل، وازاي البات بيستخدم الصوت علشان يبعد عن المخاطر او العقبات اللي قدامه، ما يخبطش في حاجة، and to hunt prey، وازاي بيقدر يشوف الفريسة بتاعته او يحدد مكانها يعني عشان يقدر يفترسها. هرسمها بطريقة بسيطة جدا جدا. البات هيبعت ساوند ويف وهيرتدله تاني. الساوند ويف دي هتخبط في أي براي أو في أي أوبجكت، وهترتدله تاني الساوند ويف دي على شكل إيكو ويف. تمام كده؟ يبقى سهم طالع من البات رايح للبراي إن هو بيبعت له ساوند ويف، والساوند ويف دي بترتد تاني، بترجع تاني على شكل إيكو ويف. ولو عايزة أكتب الخطوات، نمبر 1 bat send sound wave، البات بيبعت موجات صوتية. نمبر 2 bat detect echo، بيقدر يكشف أو يستقبل الإيكو ويفز دي عن طريق إيه؟ الهيرينج سنس، حاسة السمع بتاعته by ears، بالودان بتاعته. نمبر 3 لما يقدر يستقبل الإيكو ده يبقى هو كده قدر يحدد مكان الفريسة.
bat locate its prey. Okay. Task number 3 برضو بيكلمني عن البات. Explain why it is helpful for bats to have different sounds. That means different things. بيقول لك مفيد جدا للباتس إن هم عندهم أصوات مختلفة بتعني معاني مختلفة. Use a claim and evidence chart to organize your thoughts. استخدم الادعاءات والأدلة علشان تثبت لنفسك أو ترتب الأفكار بتاعتك. إحنا بنقول أو عندك معلومة إن البات use sound for different adaptation، يعني بيستخدمه عشان يقدر يتأقلم على البيئة اللي هو فيها. to communicate علشان يتواصل، يفهموا الباتس بعضهم. to get food علشان ياكلوا. to for mating and sleeping علشان التزاوج وكمان أثناء النوم. أوكي، دي الأدلة اللي انت جمعتها أو دي الادعاءات اللي عندك. طب انت ايه اللي يثبت لك بقى ان الباتس ده عنده أصوات مختلفة أو إن هو بيصدر صوت وبيستقبله بتعني له معاني مختلفة؟ هتقول الإيفيدنس الأدلة بتاعتك إن الباتس are nocturnal animal، حيوانات ليلية، لازم تكتب إن هي nocturnal animal. وكمان هنقول إن الباتس بتقدر تحدد البراي بتاعتها في الدارك. طب هي بتشوف إزاي؟ يبقى لازم بتطلع ساوند وبتستقبله تاني. يبقى bats locate their prey in the dark. Bats avoid collision with object، مش بتخبط في حاجة حواليها، يبقى هي لازم بتطلع صوت وتستقبله. وكمان بيقولك إن في devices أو أدوات أو آلات يعني بيستخدموها بيعرفوا إن الباتس بيطلع أصوات مختلفة. recording devices record different sounds of bat، سجلت أصوات مختلفة للخفافيش. دلوقتي هنبدأ تاسك نمبر 4 بتتكلم عن السيفتي فيتشر اوف كارز، المعدات بتاعت الأمان اللي بنستخدمها في العربيات. نمبر 1 seat belt، حزام الأمان. حزام الأمان بستخدمه في إيه؟ to keep the driver and passengers، الركاب والسواق from moving forward، إن هم يطلعوا لقدام، إن هم يندفعوا لقدام. when the car stops suddenly، لما العربية تقف فجأة. يبقى تاني keep driver and passenger from moving forward. keep driver and passenger from moving forward. إمتى؟ when the car stops suddenly. when the car stops suddenly. وإيه كمان من معدات الأمان؟ the airbag. ميس إيه هي الairbag؟ الairbag دي الوسادة الهوائية. أول ما يحصل تصادم في العربية it inflate and filled with gas، بتبدأ تتنفخ وبتتملى بالغازات، بتمنع إن الباسنجر أو الدرايفر move forward، ما بتخليش الراكب يطلع لقدام أو يخبط في الإزاز أو في الإطار بتاع العربية. وكمان it absorb أو بتمتص energy of collision، بتمتص أو بتقلل الطاقة بتاعة التصادم علشان السواق يعني أو الدرايفر ما يحصلوش إصابات. يبقى تاني airbag during collision أثناء التصادم it inflate يعني بتتنفخ and filled with gas بتتملى بالغازات to provide soft cushion عشان تبقى كأنها وسادة هوائية، حاجة طرية يعني. it absorb energy of car on collision بتاخد الانرجي أو طاقة التصادم. it slows the speed of driver's motion forward بتقلل من اندفاع السائق للأمام، بتخليه يعني ما يطلعش قدام يخبط في العجلة أو في الإطار بتاع السواقة أو إن هو يخبط في الإزاز. يبقى تاني it during collision it inflate and filled with gas. it absorb energy of collision. it slow speed of driver. أوكي. تاسك نمبر 5 برضو هيتكلم عن الاير باج. بيقول لي write a report about one of features car maker are used to protect driver and passenger. بيقول لك لو سمحت اكتب لي ريبورت عن حاجة جوه العربية بتخليه يحمي السواق ويحمي كمان الركاب. طيب يلا بينا ممكن نتكلم برضو عن الايرباج. airbag is a safety means that add to many cars، بتتحط في عربيات كتير. بتتحط فين بقى الايرباج دي؟ in steering wheel، في عجلة القيادة، أو
indoor ممكن تتحط كمان في الباب اللي جنب السواق. اوكي بتعمل ايه during collision؟ it inflate بتتنفخ and filled with gas بتتملى بالغاز. it absorb energy of collision بتمتص طاقة التصادم. it slows the speed of driver motion forward بتقلل من سرعة اندفاع الراكب للأمام. وبكده نكون خلصنا المهام بتاعة 2023. هنبدأ دلوقتي في مهام السنة اللي فاتت 2022. الأول اتأكد إن أنت عملت لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر ويوصل لكل أصحابنا. Task number 1 about elephant. المهمة الأولى عن الأفيال. بيقول لك الفيلين دول في منهم واحد African elephant فيل أفريقي، والإليفنت التاني Asian elephant يعني فيل من آسيا. عايزك تحدد مين فيهم الآشيان elephant ومين فيهم الأفريكان elephant، ومديك معلومات. بيقول لك إن الأفريكان elephant live in hot temperature but Asian elephant live in mild temperature. تاني يا ميس بيقول لي إن الأفريكان elephant بيعيش في جو حر جدا، والآشيان elephant بيعيش في درجة حرارة معتدلة. طيب لما اجي ابص للصورة كده كويس، انا دلوقتي عايزة احدد مين فيهم الافريكان ومين فيهم الاشيان elephant. بصوا الفيل ده ودانه صغيرة، والفيل ده ودانه كبيرة. طيب الفيل اللي بيعيش في مكان هوت، مكان حر، بيحتاج ان ودانه تبقى كبيرة عشان يبرد جسمه. يبقى الفيل ده اللي هو اللي على الشمال ده هو ده الافريكان elephant. ليه يا ميس هو ده الافريكان elephant؟ علشان هو بيعيش في الهوت تمبريتشر، فلازم ودانه تبقى كبيرة علشان تبرد جسمه. لكن الفيل التاني ودانه صغيرة، فممكن يبقى هو ده الاشيان elephant. اوكي يلا نكتب الإجابة. يبقى A is African elephant because it has large ears ودانه كبيرة to cool its body عشان يبرد جسمه. وكمان الأفريكان elephant has long legs الرجل بتاعته بتبقى طويلة، والفيل كله بيبقى taller than Asian elephant and heavier. يبقى الأفريكان elephant ودانه كبيرة وطويل وتقيل، أتقل وأطول من الآشيان elephant. والفيل التاني هنا B is Asian elephant. Why? Because it has small ears ودانه صغيرة and it is shorter and lighter than African elephant. اوكي طيب احفظها ازاي يا ميس أميرة؟ الافريكان elephant ده جامد وقوي ودانه كبيرة وطويل وتقيل في الوزن. الاشيان elephant ده غلبان ودانه صغيرة وقصير ووزنه أخف من الأفريكان elephant. أوكي يلا نكمل. باقي السؤال بيقول لي nowadays wildlife expert agrees that elephants are in danger. بيقول لك إن خبراء الحياة البرية بيجمعوا إن الإليفنت متعرضين لخطر كبير. الخطر ده جاي نتيجة إيه؟ destruction of natural home to be used for farming or to construct building. بيقولك إن إحنا بندمر الموطن بتاع الإليفنت، بنبوظ الناتشرال هوم بتاعتهم. ليه؟ عشان يا إما نزرع في الأماكن دي أو إن إحنا بنبني فيها مباني. أوكي وإيه كمان؟ وبيقولي كمان إن هما الأفيال being hunted by hunters. الصيادين بيصطادوهم to get their tusks for ivory trade. بياخدوا الأنياب بتاعتهم عشان يعملوا منه العاج. الناب ده اللي هو الأبيض ده بيقتلوا الأفيال علشان ياخدوا الأنياب بتاعتها. Write some suggestion for keeping away elephant from effect of human activity. لو سمحت قولي اقتراحات علشان نحمي الأفيال من التصرفات الغلط اللي الإنسان بيعملها. يلا بينا نكتب الإجابة. Staying close to prevent what؟ لازم أحط قوانين تمنع اصطياد الأفيال. Hunting elephant and stopping from. لازم نتوقف إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نهدم المواطن بتاعتهم، الأماكن اللي هم عايشين فيها، ما نشيلش الأماكن دي عشان نعمل farming أو إن إحنا نعمل construct building. يعني ممكن أكتب هنا في الإجابة التانية هنقلها من السؤال نفسه. هكتب من أول هنا stop. هو بيقول لي stop from a destruction of their national home to be used for farming or construct building. هنقل الإجابة من السؤال.
Okay, next question. Task number 2. مديني صورة رابت، والرابت هنا ودانه كبيرة جدا وبيبدأ يسألك أسئلة. Expect where this animal with big ears live. بيقولك خمن الحيوان ده اللي عنده ودان كبيرة عايش فين. In hot desert habitat، في مكان صحراء حارة، ولا in cold polar environment، مكان قطبي بارد. طبعا هنا عشان الرابت عنده ودان كبيرة فهو بيبقى عايش في مكان حار، فهختار إن هو عايش in hot desert habitat. Okay. Number 2. What is your evidence for that؟ إيه دليلك؟ أنت ليه قلت لي إن الرابت ده عايش في الصحراء؟ هقول له عشان ودانه كبيرة عشان تورد جسمه. يبقى هنا هكتب because it has large ears to cool its body. Okay, next question number 3. If you know that when this animal see its enemy، لما بيشوف عدو ليه حيوان تاني يعني عايز يفترسه، it stand without any movement، بيقف كده وما بيتحركش من مكانه عشان الانمي ده ما يشوفوش. So it's not seen by the enemy، فعشان كده الانمي العدو بتاعه ده مش بيشوفه، مش بيلاحظه يعني. This adaptation is structural adaptation or behavioral adaptation. تاني يا ميس، هنا بيقولك إن في حيوان جاي ياكل الرابت ده، والرابت ده قرر إن هو يثبت ما يتحركش، فهو قرر إن هو يتصرف كده، صح الكلام؟ أوكي. So this adaptation is behavioral adaptation، لأن الأرنب هو اللي اتصرف التصرف ده، ثبت مكانه عشان العدو ده ما يلاحظهوش. أوكي. السؤال اللي بعده بيكلمني هنا عن صورة الغزالة دي. This animal has long leg which enable it to escape from animals. This adaptation is structural or behavioral adaptation. بيقول لي الغزالة دي عندها رجل كبيرة فبتساعدها إن هي تهرب من الانيمالز، تقدر تجري بسرعة يعني. الرجل الكبيرة دي structural adaptation، حاجة في تركيب جسم الحيوان، ولا ده تصرف الحيوان بيعمله behavioral adaptation؟ برافو عليكم، هختار كلمة structural adaptation. Next question. هيكلمني برضو عن الغزالة، بيقول لي إن هي عايشة في الصحراء. It lives in desert and it is one of animals which adapt to live in desert habitat. بيقول لك إن هي بتعمل تأقلم عشان تعيش في المكان اللي هي عايشة فيه. This kind of adaptation which enable it from running very fast. أنهي نوع من أنواع الادابتيشن، structural ولا behavioral adaptation، اللي بيخلي الغزالة تجري بسرعة؟ تركيب جسمها رجلها طويل بيسمح لها إن هي تجري بسرعة جدا. So the adaptation which enable it to run very fast it is structural adaptation. مثلي اخترت structural adaptation لأن ده حاجة في تركيب جسم الغزالة. Number 2. This deer is active at night to get food and avoid enemies. This adaptation is structural or behavioral. بيقولك الغزالة دي بتصحى بالليل علشان تصطاد وتبعد عن الأعداء. يعني الغزالة دي قاعدة كده عمالة تقول يلا أصطاد دلوقتي في النور ولا استنى بالليل عشان محدش يشوفني وأقدر أصطاد بسهولة. طبعا هي قررت إن هي تصحى بالليل وتصطاد الفريسة بتاعتها علشان تقدر تاخد الأكل بسهولة وكمان تبعد عن الأعداء محدش يفترسها. يبقى ده تصرف هي بتاخده. So it's behavioral adaptation. Okay. Task number 3 بيسألك ويقولك Can the polar bear live in hot habitat؟ هل البولر بير ده اللي بيعيش في التلج ينفع يروح يعيش في مكان حر جدا؟ طبعا الإجابة هتبقى لأ. طب ليه ميس ما يقدرش يعيش في الصحراء؟ عشان هو الفروة بتاعته تقيلة جدا. It has thick fur and fat layer، وعنده طبقة من الدهون تحت الجلد بتاعه، وكمان ودانه صغيرة جدا مش هتقدر تبرد جسمه في الحر. تعال نقرا بقى السؤال بتاعنا. You studied that the polar bear adapt to live in very cold habitat. عرفت إن البولر بير بيقدر يتأقلم عشان يعيش في الأماكن الباردة. Why can't polar bear live in hot desert؟ ليه ما يقدرش يعيش في الصحراء؟ ليه؟ Because it has thick fur. Because it has a thick
fur، الفروة بتاعته كثيفة. وكمان عنده ايه؟ عنده fat layer. وكمان عنده ايه؟ عنده small ears. يلا نكمل. number 2. What change should happen to this animal to enable to live in hot desert؟ ايه رأيك؟ ايه التغييرات اللي ممكن تحصل في البولر بير عشان يقدر يعيش في الصحراء؟ The fur color change into what؟ ايه رأيك الفر بتاع الفروة بتاعته لونها يتغير يبقى ايه؟ برافو عليكم، يبقى شبه لون الرملة عشان يقدر يستخبى من الأعداء. اوكي، so the fur color will change into yellow color، أو ممكن تكتب كمان sandy color، يعني لونه يبقى لون الرملة. اوكي، next question number 3. هنا بيسألك تعتقد كده لو ودينا البولر بير للمكان اللي الجمل عايش فيه وديناه في الصحراء هيقدر يعيش ولا لأ؟ Think and expert. If the polar bear moved to live in camel's desert habitat, will its life continue? Yes or no؟ هيكمل حياته؟ هيقدر البولر بير يعيش في الصحراء؟ طبعا الإجابة هتبقى no، يبقى هختار الإجابة B. اوكي، performance task number 4. مديني صورة لاعب بينط الحواجز. اللاعب هيبدأ من هنا وهيبدأ يطلع لأعلى نقطة وبعدين يبدأ ينزل تاني، ومديني 3 position، 3 أماكن، position number 1 position number 2 position number 3. وهنا بيسألك عن ال acquired energy، يعني الطاقة المكتسبة. position number 1 اللاعب كان واقف وبدأ يتحرك، يبقى هو اكتسب طاقة ايه؟ برافو عليكم. The acquired energy is kinetic energy. وبعدين طاقة الحركة دي طلع لغاية ما بقى عنده ايه؟ اكتسب طاقة وضع وبدأ يثبت هنا لمدة ثانية وبعدين بدأ ينزل تاني. يبقى in position number 2 the acquired energy is potential energy. هو كان عنده طاقة وضع ثبت هنا لثانية وبعدين بدأ ينزل، يبقى in position number 3 it gains، أو ايه الطاقة اللي هو اكتسبها؟ the acquired energy، كان واقف وبعدين بدأ يتحرك، يبقى the acquired energy is kinetic energy. هنا الأسئلة position 1 position 2 position 3. اوكي، يلا بينا نكمل. In which position there is greatest potential energy؟ في أنهي مكان عنده أكبر طاقة وضع؟ طاقة الوضع تبقى أكبر حاجة عند أقصى ارتفاع، يبقى هنا في ال position number 2 it has greatest potential energy. يبقى هكتب هنا الأنسر greatest potential energy in position number 2. Okay, last question. In which position there is the greatest kinetic energy؟ يعني في أنهي مكان بيبقى عنده أكبر طاقة حركة؟ احنا اتفقنا إن position number 1 عنده kinetic energy و position number 3 has kinetic energy. طيب في أنهي مكان فيهم عنده طاقة حركة أكبر؟ يعني أنت أول ما بتيجي تبدأ وتنط بيبقى طاقة حركتك أكبر، ولا لما توصل لأعلى نقطة وتبدأ تنزل عند الأرض، يعني كأنك واقف فوق ترابيزة مثلا وبتنط تنزل للأرض، فأنهي بوزيشن بيبقى سرعتك أسرع؟ برافو عليكم in position number 3. Position number 3 has the greatest kinetic energy. كده أنا خلصت المهام الأدائية. بالنجاح والتوفيق يا رب ليكم كلكم. لايك وشير للفيديو بيفيدنا جدا جدا وبيساعد على الانتشار على اليوتيوب. شكرا جدا ليكم، اشوفكم على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.